وازيكم يا شباب، وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن الكربوهيدرات. ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو تدوس سبسكرايب وتعمل لايك على الفيديو وتشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا من المحتوى. خلينا نبدأ كلامنا ونعرف الكربوهيدرات. ايه هي الكربوهيدرات؟ هي المصدر الأساسي والمصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة للجسم البشري أو بالنسبة للبني آدم. الكربوهيدرات لما بتخش جوه الجسم بتتحول لأبسط صورة من صور الكربوهيدرات أو النشويات بشكل عام، وهو الجلوكوز. الكربوهيدرات بشكل عام مهمة جدا للنشاطات البدنية والعقلية، لأن أنا كده المخ عندي ما بيشتغلش غير لما بيكون في سكر، غير لما بيكون في كربوهيدرات. فالمخ الغذاء الأساسي بتاعه هو الكربوهيدرات، أو بمعنى أصح السكريات. فهنا اللي بيحصل ان انا لما بدخل كربوهيدرات، الكربوهيدرات دي بيتم هضمها سواء كانت كربوهيدرات بسيطه او كربوهيدرات معقده، وده اللي هنشرحه في الدقايق اللي جايه. ان الكربوهيدرات ديت لما بتتهضم بتتحول لحاجتين اتنين: يا اما بتخش على مجرى الدم وبتبقى جلوكوز، يا اما الجسم ما بيكونش في حاجه ليها فبتتخزن جلايكوجين في الكبد والعضلات. ومع الاسف لو انت نشاطك مش يوازي كميه الكربوهيدرات اللي انت مدخلها، فهتلاقي الموضوع تحول معاك انك انت ابتديت تخزن دهون. وطبعا زي ما قلنا ان الكربوهيدرات هو غذاء اساسي ورئيسي للجهاز العصبي والمخ، ده غير ان هو طبعا مصدر اساسي للتمرينات ذات الشده العاليه. ده غير كمان ان قله الكربوهيدرات هتقلل لك من المعدل النيتروجيني في الجسم، ودوت زي ما قلنا في حلقه البروتين، انك في اللقطه دي او في حاله من الحالات ديت انت كده هيحصل عندك ان المعدل النيتروجيني هيقل، فبالتالي فرصه انك انت يحصل لك ماسل لوس او خساره في الكتله العضليه هيكون متوقع بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم عن الكربوهيدرات من حيث التقسيم بتاعها، من حيث الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. الكربوهيدرات البسيطة بتكون مكونة من نوع واحد سكر، وبيكون اسمها مونوساكرايد أو نوعين من السكر، وهو الدايوساكرايد. وده بيكون نوع من أنواع الكربوهيدرات بيكون سهل في الامتصاص وسهل إن هو يتكسر، بيتحول لطاقة وبيعلي من سكر الدم بشكل سريع جدا. ولكن خد بالك من حاجة: السكريات البسيطة لما تتاكل سكر الدم زي ما قلنا إن هو هيطلع بسرعة قوي، بالاضافه كمان ان هو هينزل بسرعه قوي، على عكس الكربوهيدرات المعقده. بالنسبه للمصادر الكربوهيدرات بقى البسيطه: الفواكه، عندك الخضروات، اللبن ومنتجاته، في بعض الاطعمه المصنعه. وديت ممكن يكون في ناس مش عارفاها ان في بعض الاطعمه المصنعه للاسف بيكون مضاف ليها نسبه من السكريات البسيطه. وعند المونوساكرايد غالبا او عاده بيكون في سكر القصب اللي هو السكروز، الشعير وهو المالتوز، واللاكتوز وده سكر اللبن. وعندنا الجلوكوز زي ما قلنا اللي هو بيكون ابسط صوره من صور السكريات او النشويات، اللي هو بيكون المعدل الجلايسيمي بتاعه 100، ودوت هنتكلم عنه قدام شويه. فخلي بالك من حاجه هنا مهمه قوي: ان الكربوهيدرات البسيطه هي اوريدي اقدر اضيفها في النظام الغذائي بتاعي، ولكن بنسبه معينه. يعني انا مثلا لو هتيجي تاخد رايي انا كمدرب، هقسم لك احتياجك من الكربوهيدرات ككل، هعمله لك من 70 ل 30%: 70 كومبلكس، 30% سيمبل. ازاي؟ ان انا هحط لك 70% من ضمن احتياجاتك للكربوهيدرات بنسبه معقده او كربوهيدرات معقده، ال 30% الباقيين هيكونوا كربوهيدرات بسيطه، اللي هي هتشمل ايه؟ هتشمل زي ما احنا قلنا اللبن، الفواكه، طبعا ما فيش اطعمه مصنعه بقدر الامكان. هنا لما انا هدخل فواكه انا هدخل معاها معادن وهدخل معاها فيتامينز الجسم محتاجها. يكفي عندك الموز، يكفي عندك التفاح، يكفي عندك البطيخ، الرمان. كل ديت حاجات اصلا بتحسن من كفاءتك، او بتحسن من الاداء بتاعك الرياضي. يعني مثلا لو جينا نتكلم عن الموز، هنتكلم هنا ان احنا هندخل بوتاسيوم ومغنيسيوم بنسبه محترمه. لو جينا نتكلم عن حاجه زي البطيخ، ده هيساعد في ان النيتريك اوكسيد عندك يزيد زيه زي الرمان. نيتريك اوكسيد اللي هو اصلا بيحسن من كفاءة سريان الدم عندك في جسمك. تفاح برضو مصدر مهم جدا، ده غير ان الالياف بتاعته برضو بتساعد على الهضم. هو مصدر مهم جدا من ضمن المصادر الكربوهيدرات البسيطه كفاكهه، ده غير ان الالياف بتاعته بتساعد على الهضم زي ما قلت لك.
طيب لو جينا نخش على الكربوهيدرات المعقده، اسف جدا، قبل ما نكمل على الكربوهيدرات المعقده لازم تخلي بالك من حاجه كويس قوي. الكربوهيدرات البسيطه بالنسبه لك لو انت بتحاول انك تخس دهون مش افضل اختيار، لسبب بسيط جدا. الكربوهيدرات البسيطه في كل صورها ممكن الافراط في تناولها اصلا يزود عندك مستوى السكر في الدم. فمستوى السكر في الدم عندك لما يعلى قوي والانسولين بتاعك يضرب في السماء قوي وتلاقي الافراز بتاعه عالي، برضو زي ما قلنا ان مستوى السكر في الدم اول ما يعلى بشكل كبير جدا هتلاقي برضو ان مستوى السكر في الدم انخفض بسرعه كبيره جدا. فدوت هيخليك عرضه انك انت يجي لك اوفر ايتنج، تشتهي سكريات، تشتهي ان انت تاكل كتير، فوزنك يزيد. فكأن احنا بنلف في حلقه مفرغه، او بنلف في حلقه مفرغه مش عارفين نطلع منها. فخلي بالك من دي كويس قوي، ان استهلاكك بالنسبه للكربوهيدرات البسيطه والمعقده بالنسبه ما بينهم قد ايه، ده بيكون على حسب هدفك انت وعلى حسب الرؤيه بتاعه المدرب اللي معاك. طيب هنخش على الكربوهيدرات المعقده. الكربوهيدرات المعقده بتحتوي على اكتر من نوع سكر في تركيبها، وبتتكسر جوه الجسم مع الهضم لسكريات بسيطه. عندي بقى اللي هي زي عندي الستارشز، عندي الهول جرينز بريدز، عندي السيريال الستارشي فيجز، وعندي الليجمز. والكربوهيدرات ديت بيطلق عليها البوليساكرايدز، وديت لانها بتحتوي على روابط طويله وكتيره من السكر، واللي هي بتاخد وقت اطول في الهضم. دخولها المجرى بتاخد وقت اطول في الهضم، وكمان في دخولها لمجرى الدم. وعشان كده استهلاك النوع ده من الكربوهيدرات بيحافظ على مستوى السكر في حاله متوازنه معتدله، وما بيعملش اي هبوط مفاجئ في سكر الدم عكس الكربوهيدرات البسيطه. نسبه كبيره جدا من مصادر الكربوهيدرات المعقده اللي انت بتدخلها في الدايت بتاعك بتحتوي على الياف. الالياف ديت بيكون وظيفتها انها بتبطئ من معدل الهضم بتاع مصدر الكرب اللي داخل دوت. التفكيك بتاع مصدر الكرب دوت مع الهضم عندك هيساعد الالياف الغذائيه او الفايبرز اللي موجوده في مصدر الكرب دوت، هتساعد ان السكر ده لما بيتحرر بنسبه بطيئه جدا. فده معناه ان الانسولين هيرتفع بنسبه معينه، مش هتكون بنسبه الكربوهيدرات البسيطه اللي هي القويه قوي اللي هتخلي عندك سكر الدم يرتفع بشكل كبير جدا. برضه في نفس الوقت هتخلي عندك مستوى سكر الدم مرتفع برضه، بس مرتفع باعتداليه. فانت ده معناه انك هتستهلك مصدر الكرب دوت على مسافة طويلة، وكمان في نفس الوقت هتحس بالشبع. ان اللي انت هتعمله في مصدر الكرب بتاعك او في مصادر الكرب سورسز بتاعتك، انك انت هتحط نسبة من الكربوهيدرات المعقدة قبل التمرين بتاعك بساعة او ساعة ونص، وهتاخد قبل التمرين بتاعك بنص ساعة او ربع ساعة بالكتير اي مصدر من مصادر الكربوهيدرات البسيطة. هنا اللي هيحصل ايه؟ انت دخلت مصدر الكربوهيدرات البسيطة دوت قبل التمرين علشان يعمل عندك سبايك للانسولين، يعلي من افراز الانسولين بشكل كبير جدا، فيرفع من مستوى سكر الدم، فتلاقي نفسك هايبرت ودخلت التمرين بحماس وبشدة عالية جدا وبتدوس في الاوزان وكلام من ده كله. ولكن هتيجي بعد فترة برضو زي ما سكر الدم ده ارتفع مرة واحدة هتلاقي نفسك هبطت في المستوى بتاعك. ولكن خلي بالك من حاجه انا كنت لسه قايلها لك دلوقتي، ان انت قبل التمرين اصلا بساعه ساعه ونص انت مدخل كارب سورس بطيء الامتصاص. انت ابتديت دلوقتي انك تقع في المستوى بتاعك. فاللي حصل ان دلوقتي ده عطل، الكربوهيدرات المعقده راحت داخله ومكمله معاك في السكه. فانا عشان كده بقول لك لازم لما تيجي تحط لنفسك الكربوهيدرات او المحتوى بتاعك من الكربوهيدرات في الدايت بتاعك، لازم تعمل بالانس ما بين الاثنين، وتعرف ان انت امتى تستغل الكربوهيدرات البسيطه صح وامتى تستغل الكربوهيدرات المعقده صح. وبرضه خليني اقول لك حاجه، ان انت كمان بعد التمرين 100% لازم تاخد كارب سورس سريع الامتصاص جدا. ليه؟ لان انت بتبقى خارج من التمرين تعبان مش قادر، مستويات الطاقه كلها عندك واقعه خلاص، الجلايكوجين اصلا اللي موجود في الخلايا العضليه والكبد ابتدى يتكسر علشان يديلك طاقه. بالاضافه كمان ان انا عايز احط لك معلومه زياده، انت اصلا قبل النوم وقبل تمرينك بست ل 8 ساعات يفضل انك تدخل وجبه ويكون فيها نسبه كرب محترمه. فلو انا دلوقتي هحط لك انك انت ازاي تستغل الكرب بتاعك بشكل صح، هقول لك انك تاخد الكربوهيدرات بتاعتك نسبة منها بسيطة ونسبة منها معقدة قبل التمرين. المعقدة قبل التمرين بساعة ونص او ساعة، والبسيطة بتكون قبل التمرين بنص ساعة. بعد التمرين على طول انا باخد مصدر كرب سريع الامتصاص. ليه؟ علشان خلاص انا مستويات الطاقة عندي وقعت، الجلايكوجين اللي موجود في في الخلايا العضلية والكبد خلاص تم تفريغه تماما. فانا محتاج ان انا الحق ارفع مستويات الطاقه ديت علشان
لما ادخل البروتين بعد الكربوهيدرات البسيطه دوت، البروتين يخش يؤدي المفعول بتاعه، لسبب بسيط جدا، انك لما اوريدي بتبقى في مرحله كاتنج، في بعض الناس بتبقى بتتغشم جدا على نفسها، فلما بيخش مرحله الكاتنج بيفضل يقلل من الكربوهيدرات لدرجه ان هو جسمه مش لاقي حاجه يعمل بيها ريكفري، مش لاقي حاجه يعمل بيها ريستور لمخازن الطاقه ومخازن الجلايكوجين اللي عنده في الجسم. فبالتالي بيعمل ايه؟ يخش في مرحله شبه المجاعه، يبتدي يكسر في البروتين ويبتدي يكسر في الدهون علشان ياخد منها طاقه الجسم يشتغل بيها، عكس ان البروتين يخش يعمل الوظيفه الاساسيه اللي هو داخل عشانها، اللي هو ايه؟ ان هو يتكسر لامينو اسيدز. الامينو اسيدز دي تبقى البلوكس او تبقى البيلدينج بلوكس اللي بتخش على الفايبرز او الماسل فايبرز اللي حصل لها تيرنج اثناء التمرين، فبتبتدي البلوكس ديت بتخش وتصلح التلف اللي حاصل بسبب التمرين. دلوقتي لو انت شخص حابب، سواء كنت بتعمل كاتنج او سواء كنت بتعمل بالكينج، في الحالتين واحد، انت في وجبه الفطار مفيش اي مشكله عادي لو انت ما دخلتش كربوهيدرات. ممكن تدخل كربوهيدرات زي ما قلت لك في وجبه قبل النوم، اللي هي كده كده اصلا اوريدي هتساعدك انك انت تنام بشكل كويس وتنام بشكل عميق جدا. وبرضه في نفس الوقت انت لما هتدخل الوجبه ديت هي اصلا اوريدي هتعبي عندك مخازن الجلايكوجين اللي انت هتستغلها لتاني يوم في التمرين، فهتأدي اداء احسن. بالاضافه ان انت كمان قبل التمرين بساعه او ساعه ونص في اليوم اللي بعده، انت هتدخل مصدر كارب بطيء الامتصاص زي الشوفان مثلا، وهتدخل مصدر كارب سريع الامتصاص قبل التمرين بنص ساعه او تلت ساعه زي الموز او زي البلح اللي هو التمر. طيب بعد التمرين مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا ادخل كارب سورس سريع الامتصاص زي الفواكه، بلح، موز، بطيخ، عنب، اي فاكهه. هيكون اي فاكهه هتديني سكر سريع الامتصاص علشان يلحق المخازن بتاعه الجلايكوجين اللي حصل لها تفريغ، او ان هي حصل لها افراغ بسبب المجهود بتاع التمرين اللي هو بتاع الشده العاليه اللي انا بعمل فيه بروجريسيف اوفرلود. وممكن كمان احط زي ما قلت لك بقى، هرجع تاني اعمل نفس الحلقه، ان انا هدخل الكربوهيدرات او جزء بسيط جدا من الكربوهيدرات دوت، بس مش بشكل كبير طبعا، قبل النوم. هدخله قبل النوم مثلا بساعه لساعتين، بحيث ان هو يكون اتهضم وفي نفس الوقت عبى عندي مخازن الجلايكوجين، او ان هو عبى الجسم او عبى الخلايا العضليه والكبد بالجلايكوجين زي ما قلت لك، علشان اعمل نفس السايكل ديت تاني يوم. طيب هنخش بقى على حاجه تانية معقده شويه، وهي الجلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود. ان كل اصناف الاكل بتاثر على مستوى السكر في الدم باختلاف محتوى السكر اللي في صنف الاكل نفسه. والجلايسيميك اندكس ده هو قياس لمحتوى السكر في الاغذيه المختلفه. عندي مؤشرات الجلايسيميك اندكس ثلاث حاجات، عندي من 1 لحد 55 ده بيكون مؤشر منخفض، عندي من 56 ل 69 ده بيكون متوسط، عندي من 70 لفيما فوق بيوصل لل 100 ده بيكون عالي جدا. اختلاف الجلايسيميك اندكس بيختلف بطريقه طبخ الحاجه وبصورتها اللي انا باكلها عليها. بمعنى ان انا دلوقتي لما هدخل موزه او هدخل شوفان مثلا، لما انا هاجي ادخل الشوفان دوت لو هدخله في صورته الكامله، فانا كده اوريدي ما ضحيتش بالفايبرز اللي موجوده، فالشوفان دوت بقى بالنسبه لي كومبلكس كارب من الدرجه الاولى. ليه؟ لان احنا قلنا الفايبرز لما هتخش مع مصدر الكربوهيدرات دوت، فهي هتساعد ان الكربوهيدرات اللي هيتم هضمها وهيتم اطلاقها على الدم عشان تعمل تغيير في سكر الدم، هتعمل تغيير في سكر الدم بسيط او طفيف جدا او معتدل، يعني هتعلي من سكر الدم، ولكن هتعلي من سكر الدم بشكل بسيط جدا. ليه؟ لسبب وجود الفايبرز اللي موجوده، اللي هي اصلا بتبطئ معدل الامتصاص للكربوهيدرات او مصدر الكرب اللي داخل. ولكن انا لما هاجي ادخل مثلا الشوفان دوت على هيئه دقيق، او على هيئه ان هو مثلا مطحون وانا نخلته او شلت منه الالياف، هلاقي ان مستوى السكر عندي في الدم، او ان انا بمعنى صح حصل لي هايبر اكتف، حصل لي كده ضربه مره واحده. ليه؟ لان انا ضحيت بالفايبرز اللي موجوده في مصدر الكارب دوت. امتى اعمل حاجه زي كده؟ ممكن اعمل حاجه زي كده في فتره البالكينج، لو انا حبيت ان انا اكل كتير وما املاش فوليوم المعده بالفايبرز اللي موجوده في الكومبلكس كاربس دي. صباع الموز في حاله ان هو ني رو، مش ناضج، مفيش اي حاجه خالص، محتوى الفايبرز اللي فيها هيكون عالي جدا، فهلاقي الجلايسيميك اندكس بتاعه مثلا بيلعب من 25 ل 30، فهيكون تحت قوي، هيكون واطي جدا. في حاله ان انا مثلا لو جبت موزه ريبنج، او اللي هي الموزه اللي هي بتكون ناضجه جدا او مستويه، او اللي هي بتكون محمره او داخله على مرحله السواد بتاعها، فدي بتكون موزه الالياف بتاعتها او الالياف اللي فيها منعدمه تماما، وبيكون السكر اللي فيها عالي جدا جدا جدا، ممكن اصلا تعدي معايا ال 50 وتعدي معايا لل 60، وده طبعا على حسب درجه نضج الموزه.
فخلي بالك كويس قوي ان حتى كمان طريقه طبخك للاكل او الصوره اللي انت بتطبخ عليها الاكل كمصدر كربوهيدرات ممكن تفرق معاك بشكل كبير جدا. لو هنيجي نتكلم بقى على حاجه زي جلايسيميك لود، بيقيس لي نسبه السكر في الحاجات البسيطه اللي هي اصلا الجلايسيميك اندكس بتاعها ممكن يكون عالي كتقييم للجلايسيميك اندكس نفسه. زي ما قلتها لك، لو انا اكلت 100 جرام من الحلاوه الطحينيه دلوقتي، هل زي ما هاكل 10 جرام؟ لو كلت مثلا موزه او لو كلت مثلا شوفان مطحون، هيكون في محتوى الفايبرز قليل جدا لكن محتوى السكر اللي فيه عالي قوي بسبب ان انا ضحيت بالفايبرز اللي موجوده. لو كلت منه 100 جرام مره واحده او 150 جرام مره واحده، وهيسبايك الانسولين وهيخليني هايبر اكتف بشكل رهيب جدا، هل زي مثلا ما هاخد منه 30 او 40 جرام؟ فهمت الفكره رايحه فين؟ خلينا بقى نتكلم عن محتوى الكربوهيدرات في النظام الغذائي. ازاي احسب محتوى الكربوهيدرات اللي انا محتاجه في النظام الغذائي؟ هنا جات لي 3 مدارس. المدرسه الاولانيه واللي هي التكست بوك او اللي هي الباي ساينس بيزد، قال لك ان الكربوهيدرات بتمثل من عندك من 45 ل 65% محتوى الكالوريز بتاعتك على مدار اليوم، سواء كانت بالكينج كاتنج مينتنس، وبتحسب منها من 45 ل 65% من ضمن الكالوريز ديت، وطبعا بتقسمها على 4 علشان تطلع محتوى الكربوهيدرات بالجرام. المدرسة اللي بعدها وهي برضو من ضمن المدارس الجديدة، ان انا هحسب نسبة البروتين من 1.6 جرام ل 2.2 جرام، او حتى ممكن توصل ل 3 على حسب كونديشن الشخص اللي هو بيتمرن. بالاضافه كمان للدهون اللي هي هتكون من 20 ل 30%، او هتكون من نص ل 1 جرام، وديت هنلجا لها طبعا او هنشرحها بشكل كامل في حلقه الدهون وحسبت البروتين. فاللي بيطلع هنا معاك بقى ان انت بتطرح اللي طلع معاك من السعرات الحراريه، من البروتين ومن الدهون، بتجمعهم على بعض وتطرحهم من اجمالي السعرات الكليه، فبيطلع لك سعرات الكربوهيدرات، بتقسم على 4 يطلع لك محتوى الكربوهيدرات اللي انت هتدخله على مدار يومك. اخر مدرسه ان محتوى الكربوهيدرات من 4 جرام لكل كيلو لحد 6 جرام لكل كيلو من وزن الجسم. فانت شوف وجرب ايه اللي ممكن ينفع معاك من ال3 مدارس دول، واستمر عليه وشوف النتيجه. وصدقني الكربوهيدرات عمرها ما كانت عدو ليك، بل على العكس، الكربوهيدرات مفيده جدا ليك سواء كاتنج او سواء بالكينج، لان انت في حاله البالكينج انت محتاج حاجه تساعدك انك يحصل لك ريكفري، لان انت بتتمرن بشده عاليه قوي، بتزود في اوزانك، بتعمل بروجريسيف اوفرلود بشكل مبالغ فيه باسبوع عن اسبوع، ممكن توصل لبعض الناس بالمنظر دوت. بالاضافه كمان ان انت في حاله الكاتنج، وخلي بالك لما انا قلت لك ازاي توزع الكارب بتاعك على مدار اليوم في حاله الكاتنج، وفي حاله ان الكارب بتاعك بيبتدي ينزل يوم عن يوم، او معنى صح محتوى الكربوهيدرات بتاعك في النظام الغذائي بتاعك بيبتدي ينزل او بيبتدي يقل، فانت اوريدي هتحتاج للاستراتيجي ديت، او هتحتاج لطريقه توزيع الكربوهيدرات ديت اللي انا قلتها في اول الفيديو او في اول الحلقه، علشان تضمن انك انت تحافظ على مستوى النشاط بتاعك واوزانك ما تقلش. خلي بالك من ضمن الحاجات اللي بتخلي اصلا مستواك او معنى اصح الكتله العضليه عندك تقل، هو ضعف مستواك في فتره الكاتنج. يا جماعه خلي بالنا من حاجه قويه قوي هنا بتحصل. الناس اللي بتقلل من محتوى الكربوهيدرات بشكل عنيف جدا على مدار فتره الكاتنج، خليني اقول لك حاجه، انت هنا غلطان بشكل كبير جدا. غلطان بشكل كبير جدا ليه؟ لان انت هنا لما تقلل الكربوهيدرات ده معناه ان انت بتقلل من قوتك، بتقلل من نشاطك اللي انت اتعودت عليه في فتره البالكينج او في فتره المينتنس. فانت بالتالي لما اوزانك هتقل، الماسل فايبرز عندك او الماسل ماس بشكل عام، الجسم عندك ذكي هيكلم نفسه هيقول لك طب ما هو اصلا اوريدي في كارب قليل داخل وفي اوزان قليله انا برفعها، فانا اوريدي ما بيحصليش ريكفري بسبب الكربوهيدرات القليله قوي الشخص دوت حطها عليا. بالاضافه كمان ان انا اوزاني قلت، فانا بالتالي هحتاج الماسل ماس دي في ايه؟ فالجسم بيبتدي يتعامل مع الماسل ماس بشكل فيسيولوجي انها حمل زياده عليه ملوش لازمه، فيبتدي يقل منها. فخلي بالك من النقطه دي كويس قوي. وبس كده يا صديقي، اتمنى اكون يعني بقيت يعني لميت لك كل حاجه عن الكربوهيدرات، واتمنى تكون انت استفدت استفاده قويه جدا من الحلقه. أه بشكرك جدا لو انت وصلت لحد هذه اللحظه. يعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم الحلقه الجايه. بيس.